ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. سنتناول في هذه الحلقة موضوع مهم جدا يتعلق بصميم شعبنا الإريتري، وقد يكون هذا الموضوع موجود في كل بيت من بيوت الإريتريين، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ألا وهو موضوع ذوي الاختصاصات الاحتياجات الخاصة، أو ما يسمونهم بالمعاقين أو بالمعوقين. ما من بيت في إريتريا إلا وفيه معاق، أو فيه مريض، أو فيه ذوي حاجة خاصة من طفل أو شاب أو شيخ كبير. وهؤلاء الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بنقص في أجسادهم منذ الميلاد أو اعتراهم في أثناء حياتهم، كان للإسلام له نظرة خاصة بهم، وكان في الجاهلية أيضا لهم وضع، وكذلك كان لهم وضع في زمننا هذا في بلدان الإسلامية شيء، وفي غير البلدان الإسلامية شيء آخر. ونريد أن نناقش في هذا الصدد مدى اهتمام الدول الإسلامية عامة ودولة إريتريا والمسؤولين خاصة، هذا من حيث الدول، وما اهتمام أيضا الجهات الخاصة من ذوي المؤسسات المجتمع المدني، من الروابط العلمية والجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية، ماذا قدمت لهؤلاء وفي أي مربع هم. هذا الموضوع في الحقيقة جدير بالنقاش وجدير بالاهتمام، لأنه يعتبر من الموضوعات المنسية في قضايانا الإريترية، ولأن الله سبحانه وتعالى ستر البيوت، ستر الناس بالبيوت، والله جعل لكم من بيوتكم سكنة. في حالته هي سكن، أيضا هي في ذاتها ستر، فلذلك البيوت مستورة، الناس مستورين بالبيوت، لا تظهر منهم هذه العورات أو هذه الابتلاءات إلا إذا كشفت بالهجرة أو كشفت بأي سبب من الأسباب. وكما يقولون من خبأ يعني عيبه فقد خبأ علاجه. ويبقى، وهذا لا يعني أن الجهات المسؤولة عن هؤلاء على مستوى الحكومات أو الشعوب لا يبقى أنها معذورة من هذا الأمر،
فحول هذا الموضوع المهم المنسي في أوساط بني إريتريين وبغيرهم نطرحه على فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم. في البداية، كيف نظر الإسلام لهؤلاء المعاقين أو الذين يسمونهم ذوي الاحتياجات الخاصة، من الذين فقدوا أبصارهم أو سمعهم أو الذين فقدوا جزء من أجسادهم كالمشلولين والمعاقين منذ الولادة وغيرهم، هؤلاء الذين وصفوا بذوي الاحتياجات الخاصة، كيف ينظر إليهم الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن ندخل في موضوع كيف ينظر الإسلام إلى هذه الحالة وهذه الظاهرة، ظاهرة الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة، نحتاج أن نعرف على الأقل أو نبسط المفهوم للناس أو المشاهدين حتى يواكبوا معنا إن شاء الله هذه الحلقة. فموضوع ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة هم الذين لا يكونون في الوضع الطبيعي من الناحية العقلية أو من الناحية الجسدية أو من بحيث يؤدون حياتهم بشكل طبيعي، فقد يكون هنالك اختلال أو إشكال في العقل، أو يكون هنالك إشكال في الجسد، أو يكون هنالك إشكال في الدماغ، أو يكون هنالك إشكال في السمع، أو إشكال في البصر، أو إشكال في الحركة. كل ذلك يدخل معنا في مفهوم الإعاقة، وبالتالي يعني المفهوم من حيث هو واسع. ولذلك الأمم المتحدة والمنظمات الأممية بشكل عام اختلفت في ماذا تسمي هذه الظاهرة، هل تسميهم ذوي الإعاقة المعوقين أو تسميهم ذوي الاحتياجات الخاصة. وعموما رست الحالة في المنظمات الدولية الآن على تسمية الإعاقة وليست تسمية ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالوا لأن ذوي الاحتياجات الخاصة مفهوم واسع أوسع من مفهوم الإعاقة. يعني مفهوم الإعاقة مفهوم محدد، نستطيع أن نقول هذا معاق أو غير معاق. أما أصحاب الحاجات الخاصة قد يكون الشخص أحيانا سوي ولكن له احتياجات خاصة، فبالتالي هم على كل تعريفا أو يعني أرادوا أن يجعلوا التعريف جامع مانع يدخل فيه كل من هو موصوف بالإعاقة ويخرج منه كل ما ليس موصوفا بالإعاقة. بهذا الاعتبار نلاحظ أن القرآن الكريم ابتداء قبل كيفية التعامل مع هذه الحالة لابد أن نؤكد على أن الإسلام عنده تصور كلي فيما يتعلق برؤيته للحياة. رؤية الإسلام للحياة أنها قائمة على الابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. وهذا مفهوم مهم جدا في التصورات. يعني لأنه ألاحظ حقيقة كثير من الشباب وكذا عندما تناقشه يتصور أن الحياة مثالية، أن الحياة وردية، أن الحياة كما يشتهيها هو، أن الحياة كما يريدها هو. لكن بالنسبة للإسلام يقول لك هذه الحياة تقوم على الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا الابتلاء معنى هنالك ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر. ماذا فكرة الابتلاء؟ هي الاختبار، أنه أنت مخلوق في هذه الحياة الامتحان والاختبار. هذا الاختبار والامتحان يمر ببوابتين: بوابة الشرور أو الضراء وبوابة السراء والنعم. فبوابة السراء والنعم تتطلب منك في الابتلاء أن تكون شاكرا، وبوابة الابتلاء بالشرور والضراء تتطلب منك أن تكون صابرا. عجبا لأمر المؤمن. نعم، عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هذه أول لا بد من مدخل. ثم وفقا لهذه الحالة نستطيع أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى يمتحن الأصحاء بالمرضى ويمتحن المرضى بالأصحاء. هذه مسألة مهمة جدا في نظرتنا إلى هذه الحالة. جميل. يعني أنت مبتلى، يعني داخل البيت إذا وجد هنالك شخص مريض أو إذا هنا وجد شخص صحيح، فالصحيح مبتلى بالمريض والمريض مبتلى كذلك بالصحيح. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إذن أنت عندما يكون معك نوع من هؤلاء الذين تكلمنا عنهم من ذوي الإعاقة لابد أن تدرك بأنك مبتلى به، وأن الله سبحانه وتعالى سيختبرك فيهم. هل تتعامل بمنطق ما أراده الله سبحانه وتعالى أم تتعامل بمنطق مخالف وتفشل في الاختبار؟
أيضا حتى المعاق عندما ينظر كذلك إلى الأصحاء، هل والله عندما ينظر إليهم سيتعامل بمنطق الصبر ومنطق البلواء، أم ينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى حرمه وبالتالي ينطق إلى السخط، ينظر إلى زاوية السخط؟ فنحن كلا الطرفين في امتحان وكلا الطرفين في اختبار. أول هذه مسألة مهمة. بالنسبة للإسلام حقيقة تعامل مع هذه الظاهرة، ظاهرة ذوي الاحتياجات الخاصة، بهذا المفهوم، مفهوم الابتلاء ومفهوم الاختبار، ومفهوم أن هؤلاء فتنة للناس وهم أيضا والناس يفتنون به، يعني بعضكم لبعض فتنة. نلاحظ سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن الكريم عندما تعامل مع هذه الظاهرة أولا تعامل معها بمنطق، بمفهوم أنه كيف ينجحون فيما هم فيه، كيف ينجحون فيما هم فيه. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه شخص ويشكو إليه مرضه، فيقول له مثلا إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير. فكأنما يريد أن يقول له هذا الأمر الذي أنت فيه هو بوابة من بوابات بوابات الخير، بوابة من بوابات الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، حديث قدس، يقول يقول الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فله الجنة. يا سلام. تأتي امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أسرع، ويقول لها إن شئت دعوت لك، فتقول له يا رسول الله أصبر ولكن ادعو الله أن لا أتكشف. يا سلام. يدعو الله لها أن لا تتكشف ولا تتعرض. فهكذا على كل، أول شيء الصورة الأولى أنه وجههم إلى أن هذا ابتلاء واختبار، فوجههم إلى ما يجب فيه وهو الصبر. والصبر طبعا من أوسع أبواب الجنة يوم القيامة، إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. كل الأعمال الأخرى ربما تدخل في المعدودات، ولكن الصبر حسابه ليس محصورا. فأول شيء هيئهم نفسيا إن والله هذه المسائل يجب أن لا ينظر إليها بالسخط ولا ينظر إليه بعدم الرضا، ولكن على الإنسان أن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له. فإن قسم الله له الضراء صبر، وإن قسم الله له غيرها أيضا شكر. وبالتالي وجه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام هؤلاء جميعا والمجتمع إلى أن هذه بوابات إلى الخير. الأمر الثاني أيضا تعامل معهم المجتمع المسلم بأن الإعاقة ليست مانعة من موانع التكليف. يعني كونك أنت والله معاق لا يعني ذلك أنك لست مكلف في غير جانب الإعاقة. جميل. شيخ حسن، سنخرج فاصل ثم نعود. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا فاصل ثم نعود. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000.
جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. مشاهدي الأكارم، عدنا والعود أحمد، وأهلا وسهلا بكم. نكمل شيخ حسن. نعم، فتعامل أيضا الإسلام مع هذه الظواهر بأن الأوضاع هذه عادية في المجتمعات ويجب أن يتقبلها المجتمع وتنسجم مع فكرة الاختبار والابتلاء الأساسي للبشرية. وبالتالي المجتمع المسلم تعامل مع هؤلاء بتوجيههم أولا إلى أن عليهم أن يصبروا على هذه البلواء، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك ساهم في معالجات هؤلاء. يعني من جانب إذا أراد أن يصبر في أمر لا يمكن أن يرتفع عنه فهذا خير له إذا صبر، وإذا كان الأمر أيضا قابل للمعالجة فإن المعالجة أيضا واجبة على المجتمع ويجب المجتمع أن يساهم في ذلك. النقطة الثالثة أيضا هنالك رفع التكليف عن بعض هؤلاء أصحاب الإعاقات، إما رفع التكليف الكلي وإما رفع التكليف جزئيا. رفع التكليف الكلي مثلا رفع التكاليف عن المجنون، هذه الإعاقة العقلية الكاملة التي لا يمكن معها التكليف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 ومنها والمجنون حتى يفيق. الإعاقة الجزئية اللي هي ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فهنالك أشياء لا يمكن أن يقوم بها الأعرج، وهنالك أشياء لا يمكن أن يقوم بها الأعمى، وهنالك أشياء يمكن أن لا يقوم بها المريض مؤقتا مثلا. وبالتالي راعت الشريعة أيضا هذا الموضوع. جميل. النقطة الثالثة أو الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يتعامل مع هؤلاء بطريقة راقية جدا. مثلا عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويكلف شخص أعمى في كثير من غزواته، عندما يخرج من المدينة يكلفه أشبه ما يكون بالذي ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيادة المدينة وهو عبد الله بن مكتوم. يعني ناب عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات كثيرة جدا، وكان يقوم بكافة الأعمال التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وعوتب فيه. نعم عوتب، هذه واحد. لكن عوتب لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراعي الأصحاء إن صح التعبير والأصحاب الوجاهات ويتجاهله عليه الصلاة والسلام. هذه سبحان الله في جانب مراعاة النفسية، وأن الإسلام هؤلاء لا ينظر إليهم بأنهم مجموعات مهمشة وأنه لا دور لهم ولا تأثير لهم في حركة الإسلام. لا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ونظر إليهم الله سبحانه بأنهم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بإخلاصهم. فالإسلام أعطى هذه الفئة. طبعا هنا الآن ستلاحظ بأن المنظومات المادية تنظر إلى هؤلاء من حيث الإنتاج، هل هو والله منتج ولا غير منتج، ويمكن أن تذهب بعض الفلسفات في أن هؤلاء غير المنتجين يجب أن يزاحوا من منظومة الحياة. لكن الإسلام في بعده الغيبي يقول لك والله هؤلاء أصحاب البركة، هؤلاء أصحاب الخير، هؤلاء بهم ترزقون، بهم تنصرون، بهم كذا. هؤلاء يجب أن لا تلتفت عنهم إلى غيرهم. لماذا؟ لأن عين الله عليهم وليس على المتكبرين والمتقطرين وهكذا. يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يهتم بعبد الله وهو يريد أن يتعلم، يريد أن يسأل، فيقول الله سبحانه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، إلى آخر الآيات. إذا لاحظ تسجل صورة كاملة، صورة عبسة، وتسمى بهذا الاسم لشخص هو يعتبر من المستضعفين، من أصحاب الإعاقة. ومع ذلك الإسلام رب السماوات والأرض ينظر إلى أن هذا عبد من عبيده قلبه متجه إلى الله، وقلب المتكبرين متجه إلى غير الله سبحانه وتعالى. طيب حسن، سنقف قليلا هنا. نعم. نتوجه للأستاذة نجوى، هي إحدى الأخوات التي لديها خبرة في رعاية المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة إن صح التعبير. أهلا وسهلا أستاذتنا الكريمة نجوى، يا مرحبا بك. أستاذة نجوى، السلام عليكم. أستاذة نجوى، السلام عليكم. طيب، الرجاء من الكنترول الاتصال عليها ونكمل حديث ماتع. يا شيخ حسن، أيضا صحابي الجليل عتبة الذي كان أيضا يعني كفيف البصر وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته. نعم. ما تعليقكم في هذا؟ نعم، حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة تعامله مع هذه الأحوال وهذه
المفردات عموما في المجتمع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معها بأرقى درجات مراعاة النفس البشرية، التعامل معهم، فيستجيب لدعائهم، يدعونه إلى بيتهم فيذهب إليهم، يدعونه بأن يصلي لهم، يفتتح لهم مسجدا في البيت فيذهب ويفتتح معهم. تأتيه امرأة وهي قليلة العقل أي فيها تشويش عقلي، فتقول له يا رسول الله لي بك حاجة، فيقول لها اسلكي أي درب من دروب المدينة واقضي حاجتك، فتأخذه وتتكلم معه بكلام طويل لا نعرف ماذا قالت، ولكن راعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه خفيفة العقل بأبي وأمي عليه اللهم صل وسلم. ثم جاء بعد ذلك أيضا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين، وكانت لهم أيضا سياستهم في هذا التعامل. ثم جاء بعد ذلك التابعون بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أبرز فقط دور عمر بن عبد العزيز، هذا الأمير، هذا الخليفة الراشد الذي من أوائل من اهتم بظواهر الإعاقات، وشهد عهده بأن كلف، أمر أولا أن يحصى كل ذوي الإعاقة الخاصة، وأمر أن يعالج كل واحد منهم بما يرفع عنه الإعاقة أو لا يجعله محتاجا إلى أحد. فمثلا كان هنالك خادم لكل شخص، وشخص يقوده إلى المسجد ويقضي حاجته خارج يعني لاحظ، يخدمه داخل البيت شخص، وشخص آخر يخدمه خارج البيت. فكان عمر بن عبد العزيز اهتم على كل بهذه الظاهرة. يعني الإسلام والمسلمين سبقوا الغرب في هذا، هو بلا شك، يعني بل الإسلام راعى جوانب ربما الغرب لا يراعيها كثيرا، يعني في بعض الجوانب أن يكون هنالك اهتمام بهذا النوع، إنك والله 5 صلوات هذا الضرير أو هذا المعاق يجب أن يكون له شخص يأخذه ويذهب به إلى المسجد ويراعي انتظاره وتعبده، فهو يراعي حتى الجانب الأخروي في هذا المجال. ثم جاء عبد الملك بن مروان، وهذا أيضا أحصى وفتح مستشفى خاص إن صح التعبير، وأيضا اهتم بهذه الظاهرة. ثم على كل ظلت هذه الظواهر في المجتمع المسلم لها سلوكياتها ولها قوانينها ولها كذلك مؤسساتها الخاصة. أيضا نلاحظ أن هؤلاء الذين نسميهم بهذه التسمية التي نعالجها الآن في هذه الحلقة، نلاحظ أن الإعاقات لم تكن مانعة لهم في أن يكونوا جزءا من حضارة الأمة المسلمة، فكان منهم العلماء، وكان منهم الأمراء الذين ساهموا كذلك في المساهمات الكبيرة، وكان منهم كذلك من شهد الجهاد، شهد كثير منه، يعني حتى عبد الله بن مكتوم لاحظ أنه لم يمت على فراشه، بل كان ذاهب واستشهد في القادسية. فالشاهد هنا أن هؤلاء يعني وإن أقعدتهم الحالة المادية لكن لم تقعدهم الحالة الروحية. فأنت تسمع مثلا الأعمش، وتسمع الأعمى، وتسمع الأصم، وتسمع كلها، ورجال لهم يعني الآن عطاء، لما يصف لك عطاء وطبيعته أنه كان له مشكلة في أنفه، وله مشكلة في يده، وله مشكلة في رجله، وتسمع الأعرج، فكل هؤلاء سبحان الله أسهموا بشكل أو آخر. عبد الله بن عباس كان كفيف، عبد الله بن عباس عليك نور، عبد الله بن عباس أيضا كان كفيف ولم يمنعه ذلك. معاذ بن جبل كان أعرجا وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، ومع ذلك ظل هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كان دوما يحول هذه الأحوال إلى نوع من يعني ينقلهم من الحالة التي هم فيها. فمثلا ينظر إلى شخص أعرج يقول له والله لكأني أرى رجلك تمشي بها في الجنة وهي سليمة. يا سلام. فينقلهم إلى بعد آخر وهو بعد الغيب، وكيف أن الإنسان يجب أن لا يتوقف عند هذه الحياة وإشكالاتها ومآسيها. جميل، هذا العرض الجميل وبيان اهتمام الإسلام بالمعاقين، وأنه سبق دول الغرب في هذا المجال، طرح حقيقة من الأهمية بمكان، حتى لا يظن الظان أن الإسلام غفل عن هؤلاء، بل الإسلام حث على رعايتهم وعنايتهم بشيء كثير. طيب ننتقل الآن شيخ حسن، دور الحكومات الإسلامية في وجهة نظرك في هذا الزمن. يعني هؤلاء المعاقين أليس لهم حق التعليم؟ أليس لهم حق الرعاية والعناية؟ أليس لهم حق أن تخصص لهم ميزانيات وموازنات خاصة بهم؟ حول هذا كيف ترى يعني عالمنا الإسلامي تجاهه؟ طبعا عشان برضو يواكب معنا المشاهد، نحن نقول أولا رؤية الإسلام عموما في بنية المجتمع تكاد تكون مغايرة بشكل كبير لبنيته الحديثة.
البنية الحديثة نقلت كل المهام إلى الدولة وأجهزتها الرسمية، بينما البنية تاريخيا في التصورات الإسلامية في بنية الدولة المسلمة كان المجتمع له مهام هائلة جدا من خلال الأوقاف. فالتاريخ الإسلامي كان يعالج مشكلات المجتمع بشكل كبير، يمكن أكثر من 80% من مشكلات المجتمع لم تكن مهمة الدولة، ولكنها كانت مهمات مهمات المجتمع. لاحظ هذا المجتمع من خلال أوقافه يمكن أن توقف أنت مثلا وقفا لطلاب العلم، ويمكن أن توقف وقفا للمعاقين، وقف خاص لأهل حتى في الإعاقات ممكن أن تخصص، يعني يمكن أن يكون وقف خاص لمن إعاقاتهم جسدية، وقف خاص لمن كانت إعاقاتهم عقلية، وقف خاص لمن كان إعاقاتهم نفسية، وهكذا. فالتاريخ الإسلامي كان مليء بفكرة أو بمسألة الأوقاف، بل وصلت حالة الأوقاف في التاريخ الإسلامي إلى رعاية الحيوانات وليست البشر. يعني في الدولة العثمانية مثلا كان هنالك قوانين منظمة لمسألة حقوق الحيوان، وهنالك جملة من القواعد والقوانين الصارمة التي كان، ويمكن آثارها نلاحظها الآن مثلا في الدولة التركية. تلاحظ هنالك اهتمام بالقطط، اهتمام بالكلاب، وأحيانا تقول والله هؤلاء ما هي مشكلتهم، يعني قد يكون عندهم مشكلة مع الإنسان لكن ليست له مشكلة مع الحيوان، والسبب في ذلك أن الحالة كانت راسخة في المجتمع، كانت راسخة في المجتمعات. تصور أنه في التاريخ الإسلامي مثلا عمر بن عبد العزيز كان في فترات الشتاء الذي يكون فيه الثلوج يكلف الناس بأن يذهبوا إلى البوادي ويضعوا الطعام للطيور في مواقع المرتفعات أو المواقع التي يصعب معها أن تجد هذه الحيوانات مثلا ما تأكله. فكان الناس يذهبون في الغابات ينثروا الطعام. فالحالة هنا هي حالة وقفية مجتمعية، ولم يلتفت الناس إلى أنه الحاكم فعل أو لم يفعل. إن فعل الحاكم فهذا زيادة خير، لكن المجتمع كان يقوم بهذا. واقعنا المعاصر للأسف الشديد، أول ما جاء الاحتلال الفرنسي إلى مصر وبعدها دخلت على كل علينا معظم الدول الأوروبية، كانت أول قضية قاموا بها هي ضرب بنية الأوقاف الإسلامية اللي كان المجتمع يتقوى من خلاله. يعني احنا تاريخنا عاصر انهيار دول، لكن لم يعاصر بشكل كبير انهيار مجتمعات. لماذا؟ المجتمعات كانت قوية بمؤسساتها، التعليم موجود، الصحة موجودة، الأوقاف التي تتعلق بالجوانب الاجتماعية موجودة، وبالتالي تنهار السلطة السياسية، تنهار الجيوش، لكن لا يظل المجتمع في بنيته الأساسية موجود. هنا الآن للأسف الشديد أول ما تنهار الدولة ينهار معها كل شيء. السبب في ذلك ضربنا الأوقاف لفكرة المجتمع وقوة المجتمع، قوة المجتمع بإمكاناته المالية، قوة المجتمع. وهذا هناك بعض الدول تنعم بأموال كثيرة ودخولات كثيرة شيخ حسن. نعم، هي مشكلتنا أيضا حتى وإن كانت تنعم بكثير من الدخولات، لكن للأسف الشديد عندما تأتي إلى مصارف هذه الدول في المجتمع ستجد أنه والله ربما موضوع الإعاقات آخر ما يلتفت إليه. يعني إلا أن تأتي هناك منظمات دولية وقوانين دولية لها علاقة بمسألة الاهتمام بكذا. لاحظ يعني الآن مثلا في الشوارع والطرقات، كم نسبة الاهتمام مثلا بالقوانين المتعلقة بحركة ذوي الإعاقة في شوارعنا؟ يكاد يكون العالم العربي صفر. يكاد يكون صفر. يعني في تركيا مثلا بعض الشوارع موجودة، بعض الشوارع. طيب كم نسبة الاهتمام بهم في التلفزيونات، في التعليم، في التوجيه، في الأخبار، في أن يواكبوا؟ يعني في نشرة الأخبار بعض القنوات تحاول تجيب مثلا شخص نصف ساعة المهم يواكب، لكن ما في اهتمام. كم نسبة المدارس التي تخصص لهم؟ ستلاحظ إشكالات. كم نسبة الوظائف التي يفترض أن يستوعب فيها هؤلاء وتتناسب مع طبيعتهم؟ ستجد هنالك مشكلة. إذن لو نظرنا إلى حالة أنظمتنا ودولنا الآن بالذات مع الأسف في هذا الواقع للأسف الشديد لا تعكس أي علاقة بما شرعه الله سبحانه وتعالى وبما عاشته الأمة في تاريخها. هل سيسألون عن هؤلاء يوم القيامة؟ بلا شك أن الله سبحانه وتعالى، إذا كان عمر رضي الله عنه يقول لو عثرت بقلة على شواطئ دجلة لسألني الله لما لم أمهد لها الطريق. يعني منطق المسؤولية أن الله سبحانه وتعالى. كيف ببشر؟ كيف بالبشر؟ يعني كانت هذه صورة المسؤولية عند الخلفاء الراشدين، كانوا ينظرون إليها بأن المسؤولية لا تتجزأ، الاختصاصات تتجزأ. وهذه قاعدة مهمة جدا في علم الإدارة، هو أن المسؤول الأول والأخير هو الرأس. أنت مسؤول. لماذا؟ لأن الله وضع لك من الصلاحيات والسلطات ما تعزل بها أمير، ما تعين بها أمير، ما تكلف بها، ما تعطي بها أموال، ما تأخذ بها أموال، ومع ذلك التقصير منك.
فأنت سيسألك الله سبحانه وتعالى عن كل ما يجري داخل دولتك من إشكالات ومن تقصير ومن غير ذلك. وبلا شك أن الله سبحانه وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم كما قال ولنسألن المرسلين. نعم. جميل. هذا موقف الحكومات، ورأينا هناك تقصير كبير، نسأل الله أن يهدي حكومات المسلمين لما فيه خير الإسلام والمسلمين. طيب ننظر شيخ حسن إلى المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني ماذا قدمت لذوي الاحتياجات الخاصة، أو على ما ذكرتم في تصحيح التسمية المعاقين؟ هنالك على كل في الآونة الأخيرة بعض الجهات في بعض الدول على الأقل حصل التقدم للاهتمام بهذه الفئات فيما يتعلق بالعلاج، فيما يتعلق كذلك بالتعليم، فيما يتعلق بالجوانب الصحية، فيما يتعلق كذلك في استيعابها ضمن المجتمع وحركة الدولة. فيه بعض القوانين تساعد على كل في هذا الاتجاه، لكن في تقديري حتى هذه اللحظة لازلنا نحن لم نصل إلى المستوى الذي يمكن أن نقول بأنه مرضي في مجتمعاتنا. يعني أنا أعتقد في بدايات في بعض الدول، وفي دول صفرية تماما ما تهتم أصلا بهذا. يعني نتكلم عن الجمعيات الإريترية، أو خلينا نقول الجمعيات العامة ابتداء، ثم المنظمات الإنسانية الإريترية، ماذا قدمت لذوي الاحتياجات الخاصة؟ على كل في موضوع الجمعيات أنا حقيقة يعني لا أعرف كثيرا جمعيات متخصصة في هذا الجانب، جمعيات متخصصة إنه والله تقوم بمهمة أو مختصة في الجانب، كما هنالك جمعيات في الإغاثة، هنالك جمعيات في التعليم كذا، لكن تكاد لا تسمع يمكن جمعية متعلقة مهمتها في هذا الجانب إلا قبل 5 سنوات تقريبا. عندنا هنا في تركيا نشأت جمعية أمل اللي هي لذوي الاحتياجات الخاصة، فأنا أعتقد على الأقل كانت لفتة حقيقة من الإخوة في أمل أن يهتموا بهذا الاتجاه. ولاحظنا طبعا بطبيعة الحال بأن مشكلة الإعاقة في الشعب الأريتري كما قدمت لها بالنسبة لنا واسعة جدا وكبيرة جدا، والسبب في ذلك ما أنتجته حرب التحرير. أنتجت كثير من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن هم مثلا فقدوا أعينهم، فقدوا أرجلهم، فقدوا أيديهم، فقدوا مثلا سلسلتهم الفقرية، فعندنا إشكالات كبيرة جدا. وبالتالي الاهتمام بهذه الفئة أنا في تقديري إلى الآن حسب علمي لم ينل المستوى المطلوب الذي يمكن أن نعتبر والله قطعنا فيه شوطا أو ساهمنا فيه مساهمات كبيرة. وكما تفضلت أيضا تعاني للأسف الشديد الأسر معاناة كبيرة جدا. يعني إذا وجد معاق في أسرة ربما المعاناة ستكون كبيرة أكبر من إذا لم يكن هنالك تعاون مع المجتمع أو تعاون من الدولة التي يكون هو قائم فيها، فالمعاناة أعتقد كبيرة جدا. طيب هل من توجيه للشعب الإريتري خاصة المنظمات الإنسانية؟ طبعا معظم المنظمات الإنسانية، وهذه مفترض تكون حلقة يا ريت الكنترول يعني يقيدها، وضع المنظمات الإنسانية التي كانت تهتم بالإريتريين في داخل السودان ما وضعهم، وما الذي يجب على المنظمات الإنسانية الإريترية خارج الوطن وخارج السودان من أوروبا واليمن وكذا تجاههم. حقيقة الوضع يمر بظروف صعبة، فيستحقون أن نخصص لهم حلقة متكاملة. لكن الآن إحنا أستاذة نجوى جاهزة؟ يا مرحبا بك. كنا قد نتحدث مع الشيخ حسن سلمان حول الاحتياجات الخاصة وبخبرتك في رعاية هؤلاء. نود منك يعني المداخلة، وإن كان قد أزفت يعني وقت الحلقة للانصراف، نأمل منك التكرم بالإدلاء بدلوك حول هذا. وسنختم إن شاء الله بتوجيه المجتمع الإريتري في رعاية هؤلاء وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. الميكروفون عندك يا أستاذة نجوى، أهلا وسهلا بك. أستاذة نجوى السلام عليكم. أستاذة نجوى. طيب نعود شيخ حسن ونختم بهذا توجيهكم للمنظمات الخاصة.
طرحكم أولا له، أنا لأنه هو هنا شريحة أناشد من حقيقة أن يكون المجتمع. هنالك تفكير في ما هو إقامة منظمة ذوي أو الاحتياجات مؤسسة الخاصة لوحده تقوم برعاية؟ فقط هو برعاية ذوي الاحتياجات قد الخاصة. يكون الأسرة كلها، أو قد يكون أنا حتناول الجانب الاجتماعي أو تأثيره على الصوت المجتمع ضعيف أستاذة نجوى، بحاله يعني. ارفعي صوتك الله يسعدك، الصوت ضعيف. نعم. أيوة الآن الصوت واضح. أيوة نعم. أيوة شيخنا، بارك الله فيك. فالشريحة من المجتمع هي اللي بتعاني وما في صح. ما عارفة أنا من عندي. الآن واضح، الآن واضح، واصل أستاذة نجوى، يا مرحبا. فالشريحة اللي بتعاني إن شاء الله، يعني الواحد لو إنه المجتمع كله تكاتف وحاول إنه يشيل جزء أو عبء من المجتمع، وإنه يقدر يتواصل هذا الشريحة دي مع المجتمع ونقدر نساعدهم، فالجزء ده حيكون فعال، بدل ما يكون هو عالة على المجتمع يكون جزء فعال. وأنا خاصة يعني الشريحة اللي أنا بتعامل معاها معظمهم اللي هي التوحد، ذوي الاحتياجات من جانب التوحد. فهم لو قدرنا نتفاهم معاهم، مشكلتهم هي التواصل. لو قدرنا نتواصل معاهم إن شاء الله نفيدهم ونفيد الأسرة، والأسرة بتعاني، ونحن يعني كمسلمين كإنسانية يعني لينا دور عشان إنه ناخد بيدنا في، يعني ناخد بيدهم في المجتمع يعني. فأنا بشوفها مهمة شديد عشان نفهم هو بيعاني من إيه، الأسرة بتعاني من إيه، وكيف نقدر نساعد هذه الشريحة. جميل جميل. طيب أنت عاشرتي هذا الموضوع وكان لك خبرة غير التواصل، هل هناك مثلا يعني تعطينا أمل في علاج مثل هؤلاء، أو مثلا خلاص يعني ما في أمل ونرضى بقضاء الله وقدره ونعتبر يعني خلاص هذا الأمر انتهى، أو ما رأيك في هذا؟ شيء يعني أنا ما لي تجربة خاصة طبعا، وكنت في المجال ده منذ 20 سنة يعني، لي يعني own experience، يعني تجربة خاصة في هذا المجال. بنتي عندها توحد، وكنت عملت يعني فيلم وثائقي، فإن شاء الله يعني ححاول إنه نفصل فيه في حلقات قادمة. لكن اللي عايز أقوله في أمل، بالتأكيد في أمل شيخ الفاضل، لأنه الطفل بيعاني من أشياء اللي هي بيسموها كيماويات في الجسم، واللي هي بتسبب هذه الكيماويات ما بيقدر يتخلص منها الجسم العادي في الطفل العادي، لكن عند الأطفال التوحد بتكون كمادة سامة وبتعمل له خلل في السيستم كله. يعني يعني لو قدرنا نحن نقلل هذه السموم اللي داخله أو اللي موجودة نتخلص منها ونعطيه أشياء مفيدة للجسم، هذا كله يتوقف على يعني إنه بيخفف، بيكون عنده عبء موجود فيه ونحن بنخفف عليه، فتواصله أو كيميائياته بتكون متوازنة، لأنه هو ما عارف اللي قاعد يحصل في جسمه إيه. يعني ده الاختصار المختصر يعني لو فهمنا إنه الحالة دي ممكن نحن نقدر نتعامل معاها بإنه يعني نزيل، يعني أنا لما أقول سموم يعني هي مادة بيأكلها بيشربها، لكن ما بيقدر يتخلص منها الجسم، ما يقدر يتعامل معها. فمعظم الأهالي أقل حاجة نأدي مثال شيخ الفاضل السكر. النهارده يعني طفل عادي ممكن تديله عصير يشرب سكر وعادي جدا يكون عنده نشاط وحركة وكده، لكن الجسم بيقدر يتخلص منه. في حالة الطفل التوحد
بيعمل له هايبر اكتيفيتي اكثر من اللي هو موجود، ما يعرف يتخلص منه في الجسم. وهكذا يعني لو شفنا المواد كلها 1 2 3 نرصها فبتكون عائق وعبء في السيستم بتاعه. دي واحدة من الأشياء، طبعا واحدة من الأشياء، لكن definitely يعني بالتأكيد إنه له يعني مش علاج، لكن يقدر الطفل يتخلص من المواد الزائدة الداخلة للجسم دي اللي بتسبب له إرهاق وتعب يعني. بارك الله فيك أستاذة نجوى، إن شاء الله نعيد التواصل معك في حلقات قادمة حول هذا الموضوع وغيره. نشكرك على حسن المشاركة وحسن المتابعة، والله يحفظك ويرعاك. جزاكم الله خير على إنكم تطرحوا الموضوع ده، وإن شاء الله يكون في تواصل بيناتنا، وأشكركم لهذه الفرصة إن شاء الله. بارك الله فيك. يا شيخ حسن، كثير أيضا من الأسر كما ذكرت الأستاذة نجوى تفقد هذه الأسر كيف تراعي ابنها المعاق، يعني تحتاج إلى دورة، تحتاج إلى تعليم، تحتاج إلى جانب. هذا جانب. الجانب الثاني قد يكون المعاق نفسه أيضا مصاب بعين أو مصاب بسحر، وكثير من الأسر يغفلون عن هذا تماما، بل بعض الأسر لا يؤمنون بهذا. وهناك تجارب كثيرة يعني من خلال جلستنا مع القراء والرقاة ذكروا لنا هذه الأحداث بشكل كبير وموسع، أن معظم الذين أصيبوا بإعاقات من شلل وغيره أو حتى فقدان البصر يكون من أثار الجن والشياطين. فتعليقكم على هذين الأمرين، تعليم الأسرة وبها نختم واستخدام الرقية. جزاك الله خير. أول بالنسبة للأخت نجوى طبعا صاحبة التجربة جزاها الله خير، يعني تجربة أنا أعتقد ناجحة ورائدة، وفي نفس الوقت نسأل الله يجعلها في ميزان حسناتها. يعني أنت لما يصبر شخص 20 سنة ويرى نتائج حقيقة، يعني جميل جدا أنك أنت ترى نتائج بأنه والله استطعت أن توجد إنسان تخرجه من دائرة معينة إلى دائرة أخرى، وبعد فترة تشعر بأنه والله فعلا أنتجت هذه فأول جزاها الله خير، نسأل الله يجعلها إن شاء الله نعمل لها لقاء خاص ونسألها عن هذه التجربة. نعم، تجربتها فعلا مع بنتها أنا أعتقد تجربة مهمة جديرة بأننا وكثيرين محتاجين لها. يعني أنا بالنسبة للجانب الأسري أعتقد أن الأسرة تواجه إشكالات كثيرة جدا فيما يتعلق بطريقة التعامل. كما تفضلت الآن صار علم إنه والله كيف يتم التعامل مع كل واحد، يعني كل واحد له وصفة، لأن الإعاقات عديدة. يعني الآن التوحد يحتاج طريقة في التعامل، الطفل الذي مثلا عنده إشكال في الجوانب الدماغية له طريقة في التعامل، الشخص الذي له جانب في الجانب العصبي، في النفسي، في إعاقات التعليم. فأنا في رأيي فعلا محتاجة كل أسرة عندها واحد من أصحاب الإعاقة إلى أن تتعرف على ماهية إعاقته ثم كيف يتم التعامل، خاصة الشخص الذي يتعامل معه بنسبة كبيرة، مع أن الأسرة كلها تحتاج أنه والله تتعامل معه بطريقة في الحد الأدنى تكون، لكن الشخص الذي يباشر حالة صاحب الإعاقة أعتقد أنه يحتاج إلى دورة متقدمة على الأقل حتى يستطيع إن شاء الله يتعامل. الجانب الثاني طبعا في قضايا لها علاقة بالمجتمع، لأنه حقيقة كثير من الأسر ما شاء الله عندها القدرة في التعامل مع الحالة وممكن تصبر، خاصة إذا كانت الأم، لكن تواجههم مشكلة المال. إنه اليوم التوحد، وأنا أعرف بعض الشخصيات مثلا أقعدتهم سبحان الله عدم القدرة المالية أقعدتهم عن الحياة تماما. يعني أعرف بعض الأصحاب عايشين في دول الخليج مثلا تجد كل ثروته مثلا بذلها في طفل أصيب عنده بالتوحد، فكل ما لديه يذهب في هذا ولا يجد من يعينه. وهذه صراحة إشكالات كبيرة جدا عندما لا يجد هؤلاء من يقف معهم، من يساندهم، من يساعدهم أو من يتفهم قضاياهم. هذه أيضا إشكالات أنا في تقدير تحتاج إلى معالجة، ودي يمكن أنا اللي حاولت أقول أقول إنه محتاجين نحن بالذات في الحالة الأريترية إنه يكون عندنا منظمة مختصة في هذا الموضوع. نعم. ويكون عندها شكل من أشكال الأوقاف اللي والله تدر عليها، مش القضية فقط. ثم من يريد أن يساهم من المجتمع الأريتري يساهم في هذا الاتجاه، بحيث والله أن نعمل إحصاء لكل ذوي الإعاقة في الداخل والخارج، ثم أيضا ننظر لكيفية المساهمات، ثم ننظر إلى مسألة المعالجات وهكذا. فأنا في تقديري هذا بوابة عظيمة جدا إن شاء الله لمن أراد خصوصا أن يساهم ويلج بهذا الباب العظيم اللي هو يعني الشخص المقعد اللي ما قادر والله
يتحرك أنت تعينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. نعم. الرقية الشرعية. الرقية الشرعية. الرقية الشرعية أنا في تقدير أول معظم الإصابات تحتاج أن نذهب بها في مسارين وليس في مسار واحد. نحن في عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا مجال علاجي فيما يمكن أن نسميه الآن بالطب الشرعي. جميل. وفي مجال آخر اللي هو الطب العادي، الطب التجريبي. فمن الخطأ جدا أنك تراهن والله فقط على الطب. شنو؟ أن هذا الإنسان مكون من ثنائية الروح والجسد، أو ثنائية النفس والجسد. فأنت إذا ركزت فقط في الجانب الجسدي والجوانب المادية في الإنسان تكون أخليت بالجانب الجانب الآخر. فنحن محتاجين إلى أن والله يكون، ودي يمكن كثيرين من المشايخ يحاول أولا يقول لك يا أخي اذهب إلى الأطباء، إذا في شيء والله واضح من خلال الفحوصات وكذا يقول لك يتعالج العلاج الطبيعي هذا. إذا كان والله لا عند الأطباء ما ظهر شيء، أو كل مرة يتشكل بشكل من الأشكال، يعطيك مؤشر إن والله هذا المرض يحتاج إلى أن تتعامل معه بطريقة مختلفة. ثم أيضا حتى وأنت تتعالج في العلاج الطبيعي لا يمنع ذلك ممارسة العلاج الشرعي من خلال القراءة، وهذا القرآن الله سبحانه وتعالى جعل فيه شفاء. وهنالك كثير من الأدعية الشرعية التي يقوم بها الإنسان أيضا وهو يرقي نفسه ويعالج نفسه أيضا بالرقى الشرعية، سواء مارسها بنفسه أو ذهب إلى من يقوم له بذلك. فمن الخطأ جدا أن نتصور بأن والله مثل هذه الأمور لا نحتاج فيها، بل للأسف بعض الناس كما تفضلت يقول لك أنا لا أؤمن بها لأنه خلاص طغت عليه الحالة المادية، وهذا خطأ على كل. لماذا؟ لأن تركيبة الإنسان هكذا، فأنت إما أن تكون تركيبة روحية أو تركيبة مادية جسدية، وتعامل مع الحالين بصورة متكاملة. بارك الله فيك شيخ حسن. شكرا للأستاذة نجوى، شكرا شيخ حسن، شكرا للكنترول، والشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم على متابعة هذه الحلقة العظيمة الكبيرة المهمة جدا. وفي وجهة نظري لا تكفيها حقيقة حلقة واحدة بل عدة حلقات حتى يعني نستمع إلى شكاوى الناس ممن ابتلوا بهؤلاء في بيوتهم، ونستمع إلى احتياجاتهم. وكذلك المفروض أننا نشرك معنا أيضا يعني بعض الأطباء وبعض الرقاة وبعض الخبراء في هذا المجال حتى نسمع منهم ماذا يقولون في هذا الأمر، لأن هذا ابتلاء عام موجود في كل بيت من بيوت المسلمين إلا من رحم الله، وقليل ما هم. مشاهدي الأكارم، صلى الله تعالى أن يبارك فيكم وفي أعماركم وأن يعافيكم من كل ابتلاءات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من عوفي فليحمد الله، ويقول عليه الصلاة والسلام صلوا ربكم اليقين والمعافاة. صحيح مسلم. اللهم إني أسألك اليقين والمعافاة. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من كل شر وأن يوفقنا وإياكم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع درجات المبتلين من الأسر ومن ذوي الاحتياجات أو الإعاقة، أن يرفعهم درجات عليين، وأن يجعل مثواهم الجنة، وأن يعوضهم خيرا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.